أهلا بيكم. النهاردة هنغوص سوا في حكاية خيالية وصلت لنا اسمها مفتاح الغابة المسحورة وقصة فارس. قصة فيها مغامرة وفيها غموض عن شاب عادي جدا بيلاقي نفسه قدام قدر ما كانش يتوقعه أبدا. الأحداث دي مكانها قرية صغيرة، يعني جنب جبل كده، عايشين وفي بالهم دايما أسطورة عن غابة مسحورة وفيها باب حديد ضخم بيقولوا مقفول من قرون طويلة، ومفتاحه الذهبي يقال إنه ضايع من حوالي 300 سنة. هدفنا النهاردة بقى نستكشف إيه ورا الحكاية دي وإيه المعاني اللي ممكن نطلع بيها منها. طيب خلينا ندخل في الموضوع على طول. القصة بتبدأ بجو غريب كده بيقلق أهل القرية كلها. القمر لونه بيقلب أحمر فجأة، الحيوانات تلاقيها بتهرب من الغابة بشكل هستيري، وبعدين تظهر ست كبيرة في السن شكلها غريب ومحدش شافها قبل كده. يعني بداية تخض بصراحة. البداية دي فعلا بتشد الانتباه على طول، وبتحطنا قدام نمط معروف قوي في الحكايات، نمط البطل المختار اللي هو شخص عادي خالص زي فارس في حالتنا دي. الظروف بتجبره فجأة إنه يدخل مغامرة أو يتحمل مسؤولية أكبر منه بكتير. الست العجوز دي بتظهر تسلم فارس صندوق صغير وتمشي، كأنها بترمي عليه حملة هو لسه مش فاهم إيه هو بالظبط. وبعد ما بتمشي بيجي العمدة، كلامه غريب شوية. هو كمان بيقول لفارس طالما هي اختارتك انت يبقى لازم تروح، بس في نفس الوقت بيحذره، بيقول له خلي بالك اللي بيدخل الغابة دي ممكن ما يخرجش منها تاني أبدا. يعني تشجيع وتحذير مع بعض. موقف صعب، بس فارس بيقرر يواجه المجهول ده. بياخد غنجر أبوه ويتوكل على الله ناحية الغابة المحظورة. شجاعة دي ولا تهور؟ يمكن الاتنين فعلا. جوه الغابة بقى الوضع بيزيد غرابة. الأشجار كأن ليها صوت، الهوا نفسه تحس إنه بيهمس بكلام مش مفهوم. وفجأة بيلاقي بنت صغيرة شكلها غامض، شعرها طويل وعينيها زرقاء، بتقوله جملة غريبة قوي: انتبه للي وراك بيتبعك. يلتفت فارس بيلاقي إيه؟ ذئب أسود ضخم جدا، عينيه حمرة زي الدم، بيجري وراه. موقف مرعب أكيد. تمام. وهنا بقى بنشوف عناصر مهمة جدا في أي رحلة بطل: الاختبار والمساعدة الغامضة. الغابة نفسها بكل ما فيها من غموض هي التحدي الأكبر، المجهول اللي بيخوف، والذئب ده هو العقبة الواضحة، الخطر المباشر اللي لازم يتغلب عليه. بس اللافت للنظر كمان هو المساعدة اللي بتجيله بشكل غامض. يعني البنت الصغيرة دي بتحذره الأول، وبعدين لما فارس بيقع وهو بيجري من الذئب بيسمع صوت بيقول له قوم، المفتاح هو اللي هينقذك. دي ممكن تكون إشارات للدعم الخفي اللي بيجيله، أو يمكن تكون قوته الداخلية اللي بدأت تصحى وتظهر مع الخطر ده. البنت دي مرشد بس ولا ليها دور تاني؟ ده سؤال مهم فعلا. فعلا سؤال محير. طيب بعد المطاردة دي وفارس طبعا بيكون تعبان جدا، بيوصل أخيرا للباب الحديدي الضخم القديم ده. عليه نقش غريب كده بيقول: هنا تنتهي الأرواح وهنا تبدأ الحياة. جملة يعني عميقة وملغزة جدا. المهم بيفتح الصندوق الصغير اللي معاه، بيلاقي جواه إيه؟ مفتاح صغير بس بيشع نور. بيجرب المفتاح في الباب، والباب بيتفتح وبيطلع منه نور قوي جدا. اللحظة دي أكيد كانت مبهرة لفارس. والأكثر إبهاراً كمان هو اللي لقاه ورا الباب. مش مجرد غابة تانية أو مكان عادي، لا، دي مدينة كاملة شكلها قديم قوي، وكل حاجة فيها كأنها معمولة من ذهب. والناس اللي عايشين فيها شكلهم غريب، كأنهم مش بيكبروا في السن أبداً. وهنا السر الكبير بيبدأ يتكشف له أكتر وأكتر. البنت الصغيرة بتظهر له تاني وبتقول له إن جده هو كان حارس المدينة دي من 300 سنة فاتوا، لكن للأسف جده خان الأمانة، وفارس الحفيد هو اللي لازم يجي دلوقتي عشان يصلح الغلطة دي. ده اللي بيخلي القصة أعمق بكتير، بتربط مصير فارس بتاريخ عيلته كله وبمصير المكان السحري ده. ما بقتش مجرد مغامرة شخصية وبس، دي مسؤولية تاريخية. وبعدين فجأة تظهر البنت تاني ومعاها الذئب الأسود رجع. الموقف بيتعقد تاني، وهنا البنت بتحط فارس قدام أصعب اختيار في حياته: يا إما يحارب الذئب ده وينتصر عليه، يا إما لعنة أبدية هتصيب قريته وأهلها كلهم.
مفيش وقت للتفكير طبعا. فارس بيمسك خنجره تاني وبيواجه الذئب في معركة بيقولوا كانت شرسة وطويلة جدا. يا ترى هيقدر عليه؟ النقطة دي هي لحظة التتويج في رحلة فارس كلها، مواجهة الخطر الأكبر. الذئب هنا مش مجرد وحش، ده يمكن رمز للخيانة أو للماضي اللي لازم يواجهه. المواجهة دي مش بس عشان ينقذ نفسه، لأ، ده عشان ينقذ قريته كلها من مصير مجهول، وعلشان يستعيد شرف جده كمان. ولما بينجح فعلا إنه يقتل الذئب بطعنة قوية في قلبه، هو مش بس بينتصر على الوحش ده، هو كأنه بيتصالح مع الماضي وبيثبت إنه قد المسؤولية دي. بيقبل بقى دوره الجديد كحارس للمدينة الأبدية دي. وهنا التحول بتاعه بيكتمل، من شاب بسيط عايش في قرية صغيرة لبطل حقيقي وحامي لمكان أسطوري. وطبعا بيرجع فارس لقريته بطل، الكل بيحتفل بيه وبيفرح برجوعه. ومن اليوم ده بيبقى هو الحارس الأبدي للمدينة ومسؤول عن أمانها وأمان قريته. حتى لما القمر الأحمر بيظهر تاني كل سنة محدش بقى بيخاف، لأنهم عارفين إن حارسهم موجود وهيحميهم. قصة نهايتها سعيدة، لكن بعد رحلة صعبة أكيد. بالظبط. طيب، لو حبينا نقلع بخلاصة أو معنى من الحكاية دي كلها، إيه ممكن نقول؟ القصة دي يعني بتلمح بقوة لفكرة إن القدرات الحقيقية ممكن تكون نايمة جوانا كلنا، حتى في أكتر الناس اللي ممكن نشوفهم عاديين أو بسيطين. والأهم من القوة نفسها هي فكرة المسؤولية اللي بتفجر القوة دي وتخليها تظهر. فارس نفسه ما كانش هيعرف قدراته لولا المسؤولية اللي اترمت عليه فجأة دي بسبب ماضي عيلته. وبيعلمنا كمان إن مواجهة الماضي، حتى لو كان ماضي صعب أو فيه خيانة زي في حالة جده، ممكن تكون هي دي المفتاح لمستقبل مختلف تماماً. فعلا كلام جميل جدا ويخلي الواحد يفكر. وده بيفتح لنا سؤال أخير كده للتفكير. يا ترى إيه هي المفاتيح أو الأبواب المقفولة اللي ممكن تكون موجودة في قصصنا إحنا الشخصية أو حتى في تاريخ مجتمعاتنا؟ الأبواب اللي لو قدرنا نلاقي الشجاعة إننا نواجهها ونفتحها ممكن تقودنا لإمكانيات وقدرات جديدة ما كناش حتى نتخيل إنها موجودة؟ سؤال يستحق التفكير.